السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في قناه مطبخ سيداتي. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم الفقاص البلدي. كيجي رائع، ما كيتهرس ما كيتشقق. كنتمنى ان ينال اعجابكم. طريقه بسيطه وسهله، تبعوا معايا الخطوات والمقادير وجربوا هذا الفقاص، صراحه راه كيجي هائل. كنتمنى ان ينال اعجابكم. بقاو معايا من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على المكونات والطريقه ديال التحضير. انا كي كتشوفوا انا جبت الهاشوار، يعني باش تساعدني انني نخدم سنيده مزيان، باش ما كتبقاش محببه ليا. هي من الافضل ان تخدم سنيده مزيان ما كتبقاش محببه، باش كيعطينا الفقاص نتيجه زوينه. كندير 6 البيضات في الهاشوار كي كتشوفوا. بالنسبه للبيض يكون بحراره المطبخ. كنضيف عليهم واحد 2 كيسان ديال سكر حبيبات، يعني 2 كيسان عامرين ديال العنبه. كنخدمهم مزيان هاد السكر مع البيض حتى كنحس بانه ما بقاتش سنيده عندي. من بعد كنضيف 2 كيسان ديال الزيت نباتيه، وكذلك كنحاول نخدمها مزيان في الهاشوار. يعني الكاس اللي عبرت به هو كاس ديال العنبه، اي كاس عندكم، يعني كاس ديال الشاي اللي كنشربوا فيها حتى ديال العنبه. عبر 2 كيسان ديال سكر حبيبات و2 كيسان ديال الزيت النباتيه. هذا هو القياس اللي درت انا. كتخدموهم مزيان في هذا الهشوار حتى كتاكدوا ان ديك السنيده ما بقاش محببه نهائيا. عاد كناخذها وكنوضعها في واحد القصريه اللي غادي او اناء اللي غادي تجمعوا فيه الفقاص ديالكم. كنوضع هذا الخليط اللي عندي ديال البيض والزيت النباتيه والسكر حبيبات، وغنخلطهم في هذه القصريه حيت هي اللي عندي كبيره. كي كتشوفوا كنصب الخليط ديالي كله في القصريه، وغادي نضيف عليه باقي المكونات اللي حضرت. وهنا كي كتشوفوا بعد ما وضعت الخليط في القصريه غادي نضيف له واحد نصف كاس ديال الماء الزهر. هذا الماء الزهر يعني كيبقى اختياري، ولكن الصراحه كيعطينا واحد المذاق زوين في الفقاص البلدي. من بعد غادي نضيف له عندي 2 كيسان ديال الزنجلان. غادي نضيف كاس غنحمرهم بجوج، كاس غادي نطحنو وكاس غادي نخليه صحيح، وغادي نضيفهم للفقاص. من بعد عندي كذلك هنا واحد 2 كيسان ديال اللوز، كاس يعني خليته صحيح وبيتو ليله كامله في الماء. ليله كامله خليوه في الماء باش كيصبح رطب. والكاس الاخر حاولت كي تشوفوا انني نطحنو، يعني ما طحنتوش بزاف ولكن شويه ما بين وبين. وكذلك كنضيفو غادي نضيف عاوتاني كذلك واحد المعلقه كبيره ديال النافع البلدي اللي كتشوفوا نقيته وسخنته شي شويه وطحنته، يعني استعملت معلقه كبيره. وغادي نضيف هذه المكونات وغادي نخلطهم. كذلك عندي كيلو ديال الدقيق يعني نوعيه كي وريت لكم 2 خمارات يعني 16 غرام. كي كتشوفوا غادي نجمع هاد المكونات كاملين وغنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه، ونضيف دوك الخمارات 16 غرام، وغنبقى نجمع الفقاص ديالي حتى كنحصل على العجين اللي انا بغيت. يعني العجينه ما تكونش تتلصق في اليدين وفي نفس الوقت ما تكونش قاصحه. يعني كتجمعوه وانت تضيفوا الدقيق وتجمعوه وانتم كتقلبوا مره غسلوا يديكم باش تعرفوا القوام ديال العجين، حيت ملي كتكون العجين في يدينا كتبدا كتلصق لنا العجينه، ما كنعرفوش واش مازال خاصها الدقيق ولا اكتفينا. يعني من الافضل مره اليد اللي عندكم نقيه بقاو تقلبوا بها منين تشوفوا ان العجينه ما بقاش كتلصق وكذلك مازال رطبه. صافي يعني توصلوا لذاك القوام. ما تضيفوش الدقيق كامل، انا راه ما هزتليش كيلو ديال الدقيق كامل، يعني راه بقى واحد شويه ديال الدقيق. وكذلك كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي غادي تستعملوا. غير المهم انه ما يكونش رطب ما يكونش زعما كيتلصق في اليدين، وفي نفس الوقت ما يكونش قاصح. غتحسوا به تجمع لكم صافي غتحبسوا. نتوما غادي تشوفوا القوام اللي وصلت له انا. كي كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجين ديالي. راني غسلت يديا ما كتلصقش وفي نفس الوقت راها رطبه العجينه ديالي ما قاصحه شيء. غنحاول نديرها حرابل، يعني انا غندير 4 ديال الحرابل. كتشوفوا هذا هو الدقيق اللي بقى ليا. غادي ندير 4 ديال الحرابل نقسمها على 4 ديال الاجزاء، وغادي نحربلهم وغنوضعهم في واحد لاطه اللي فرشت ليها ورق ديال الطهي. منين نكونوا كنحربلوا الفقاص ديالنا هكا، منين نشوفوا شي حبه ديال اللوز خارجه لنا نضغطوا عليها ونغطيوها بالعجين باش ما تفرقع لناش الفقاص في الفران. حيت لا بقات هكاك خارجه يعني الفقاص غادي يتفرقع لنا في الفران. انا من بعد ما ساليت كاع الحراب اللي عندي كي كتشوفوا وضعتهم في اللاطه اللي درت لها ورق فرشت لها ورق الطهي،
وغادي نحاول هنا ندهنهم انا تحدف ديال المقطع. درت نسكافي وصفار البيض ودهنت الوجه ديالهم مزيان مزيان، وشديت الفرشيط ودرت خطوط فوق في الوجه ديالهم، يعني غير الطبقه ديال البيض والنسكافيه هي اللي خدشتها بداك الفرشيط. يعني حاولوا ما تقيسوش العجين باش ما يتفرقش معكم في الفران، يعني كدوزوا الفرشيطه غير خفيفه غير بالفوق، يعني ديك الطبقه ديال البيض والنسكافيه هي اللي كتقصنا بالفرشيط. ومن بعد كندخلوا الفران. اللي كيكون الفران عندي بارد كنشعل النار تكون مهيله، يعني النار قليله بزاف، وكنخليه حتى ملي كنشم الريحه ديالو بدا كيطيب. الا كان عندكم الفران سخون حاولوا تحلوه غير واحد شي شويه باش ما كيتفرقعناش الفقاس. من بعد ما خرجتم من الفران انا راني غطيته بواحد المنديل اللي فزكته وعصرته، وانا خليته ليله كامله حيت وجدته بالعشيه قلت الصباح غادي نطيب. واللي بغى مزروبه بيس خليه غير واحد 3 ساعات ولا 4 هكاك وتقطعوه، يعني راه ما كيتكسر ما والو كي كتشوفوا. دابا راني بديت كنقطع، راني قطعت الحرب اللي بقى لي غير هاد الحرب هو، عاد تفكرت انني ما صورتش. كي كتشوفوا انا غادي نقطعو قدامكم، ما كيتهرس ما كيتكسر ما حتى شي حاجه. كتحاولوا معاه بسرعه. كي كتشوفوا راني قطعت الحراب الاخرين. حتى اللوز اللي كنديروه صحيح كي كتشوفوا راه ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. انا غنقطع معكم وغادي تشوفوا قدام عينيكم راه ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. انا كنستعمل هاد الكيدو راه شريته من المكتبه ومخليه خصيصا غير الفقاس، يعني شاريه ومحتفظه به غير نهار كندير الفقاس كنجبدو. صراحه كيساعدني بزاف ماضي، وفي نفس الوقت ما كيهرسو ما كيدير له حتى شي حاجه. جربوه وغادي تشوفوا. كتشوفوا انا كنقطعو دابا قدامكم راه ما كيتهرس ليا ما حتى شي حاجه. قطعوه غير بشويه ليكم وسيروا معاه شويه بشويه حتى كيتقطع كامل، وراه كيجي ناجح 100%. كنتمنى ان ينال اعجابكم، ولا جربتوه ما غاديش تندموا عليه. تبعوا غير الطريقه اللي درت انا وكتشوفوا النتيجه غادي تجيكم هائله. حتى بالنسبه للفران اللي كما قلت لكم، الا كان عندكم الفران يعني سخون بزاف كيفاش كتشموا الريحه ديال الفقاس بدات كيطيب، حاولوا تحلوا الفران واحد شويه باش كيتنفس وما ما كيتشققش معنا الفقاس. وهذا هو الفقاس ديالنا كي كتشوفوا كيجي مقرمش وزوين. كنتمنى ان ينال اعجابكم. حتى المذاق ديالو صراحه كيجي رائع. جربوه ما غاديش تندموا عليه. كنتمنى الفيديو ديالي يكون نال اعجابكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.